تخيل معايا ست جميلة جدا وراقصة بتخطف الأنظار لدرجة إن ضباط وكبار دبلوماسيين في أوروبا كانوا بيتزاحموا عشان يشوفوا رقصتها، وبعد فترة يكتشفوا إن هي جاسوسة وعميلة مزدوجة. الست دي اسمها مارجريتا زيلي، أو زي ما هتسمي نفسها بعد كده ماتا هاري. ماتا هاري ما بدأتش حياتها كجاسوسة أو رقاصة زي ما كنت بقول لك، كانت متجوزة بشكل طبيعي، مش طبيعي قوي لأن هي كانت متجوزة واحد هولندي والجواز كان فاشل، ضرب وخناقات وحياة سودة. سابت كل ده وسافرت لآسيا وتعلمت رقصات شرقية ولبست شخصية جديدة تماما، ورجعت لأوروبا ومحدش يعرف أصلها ونجحت نجاح غير عادي. وهناك في أوروبا قدرت تستخدم جمالها وثقتها عشان تخلق شخصية وهمية، راقصة غامضة وحواليها أسرار. بعض الناس كانوا بيفتكروها أميرة من الشرق، لكن في وسط كل ده أوروبا كانت بتغلي، الحرب العالمية الأولى، وكل دولة كانت بتدور على أي حاجة تساعدها، أي معلومة، أي ميزة، أي جاسوس. وبسبب علاقات ماتا هاري مع ضباط ودبلوماسيين ألمان قرروا يشغلوها لصالحهم وادوها كود H21. وفي نفس الوقت فرنسا شافوا إن هي فرصة ذهبية عشان يستخدموها ويشغلوها لصالحهم. وهنا بدأت أكبر لعبة مزدوجة في الحرب العالمية الأولى. ماتا هاري كانت بتقابل ضباط من الطرفين وتسمع من هنا وتنقل هنا، بس أحيانا كانت بتبالغ، أحيانا كانت بتخمن، أحيانا كانت بتسكت. بيقال إن هي نفسها اعترفت بعدين إن اللعب مع جهازين مخابرات كان لعب بالنار. وفي بداية سنة 1917 المخابرات الفرنسية اعترضت رسالة مشفرة ألمانية. الرسالة كانت بتتكلم عن جاسوسة اسمها H21، وده الكود اللي الألمان مدينه لماتا هاري. بيقال إن ألمانيا كانت عارفة إن الفرنسيين هيعترضوا الرسالة دي، وهم استخدموا ماتا هاري كنوع من أنواع التغطية على جواسيس تانية أهم. وعلى الناحية التانية فرنسا ما كانتش في أحسن أوضاعها وكانت محتاجة المتهم جاهز. وقتها كانت فرنسا بتعيش أسوأ لحظات الحرب، خسائر فادحة، تمرد وسط الجنود، معنويات منهارة، ضغط شعبي وسياسي. الناس كانت عايزة حد يتشنق عشان تصدق إن إحنا كويسين، إن الحكومة شغالة. وده اللي الحكومة الفرنسية عملته لما ظهرت اسم H21. الدنيا ولعت. هي دي الجاسوسة اللي ضيعتنا، دي السبب في الموت اللي بيحصل على الجبهة، مع إن الأدلة كانت ضعيفة جدا، بس الجو السياسي كان محتاج كبش فدا. وفي 13 فبراير 1917 الحكومة الفرنسية تدخل اوتيل كانت موجودة فيه ماتا هاري ويقبضوا عليها. انت متهمة بالتجسس لصالح ألمانيا. ماتا هاري افتكرت في الأول الموضوع هيبقى فيه كفالة وهتخرج، لكن الحقيقة ان الحكم كان مكتوب قبل المحاكمة. المحاكمة اللي كانت شكلية استمرت 4 شهور، مع ان ما كانش فيه دليل واحد ان هي سلمت سر عسكري، مفيش شاهد واحد شافها بتنقل اخبار. المحامي بتاعها نفسه اشتكى وقال ان مفيش دليل واحد، القضية كلها قايمة على الخيال مش الحقيقة. لكن كان في قرار سياسي بالتخلص منها. في يوم 15 اكتوبر 1917 داخل معسكر فرنسي اعدمت ماتا هاري. هيوصف لحظة اعدامها صحفي بريطاني ويقول: لم ترتجف، لم تبكي، ماتت بشجاعة تفوق رجال رأيتهم في الميدان. والخلاصة ان ماتا هاري ما كانتش جاسوسة عبقرية زي ما بيجي في الافلام، هي كانت ضحية لعبة اكبر منها. الالمان استخدموها كطعم، والفرنسيين قدموها كقربان معنوي، والاعلام كرس صورتها كجاسوسة خطيرة وعبقرية. والحقيقة ان اغلب المؤرخين دلوقتي شايفين ان هي ما كانتش تستاهل الاعدام اصلا.